شكرا للزملاء في استوديو الهواء، الزميل أحمد الغمري والزميل حسام شلبي. مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. حلقة النهاردة حلقة مختلفة جدا، حلقة يعني أعتقد أن النهاردة وبالذات في هذا اللقاء جماهير النادي الإسماعيلي ومحبي وعشاق الدراويش في كل مكان في انتظار هذه الحلقة وفي انتظار هذا اللقاء مع رجل يعني نقدر نقول ان هو يتحمل بجزء كبير جدا او بنسبة كبيرة جدا مسؤولية عشاق ومحبي الدراويش، مسؤولية النادي الإسماعيلي. يعني انا عايز اقول ان احنا النهاردة جالنا العديد والعديد من الرسائل، كثير جدا من الأسئلة لما عرفوا ان ضيفنا وضيفكم اليوم في هذا اللقاء العميد محمد أبو السعود، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي. اهلا بك يا فندم، برحب بك على التلفزيون. اهلا بك كابتن هشام، واهلا بقناه رابعه. حاج محمد، تحب نبتدي منين؟ انا عارف انك عايز تبتدي من الاحداث الاخيره في مجلس الاداره، مش كده؟ طيب انا هقول الجلسه بدات ازاي وايه اللي حصل، وبعدين هترك الحكم للناس، لان في احد الاعضاء طلع وقال ان مفيش ديمقراطيه وفي قرارات فرديه. انا بتمنى انك تسال اللي موجودين، ومنهم واحد كان معارض. اسال مستشار وليد، اسال كل اللي موجودين. لم يحدث في يوم من الايام ان انا ادرت الجلسه بفرديه ابدا، كلها ديمقراطيه. والدليل على كده الجلسه اللي هم زعلوا منها. الجلسه دي مرت بسلام وبهدوء لغايه نهايه الجلسه. المشكله حصلت ان فعلا حصل تربيط على المجلس على مستر ريكاردو. انا حسيت بيه اول ما قعدنا، فقلت لهم يا جماعه انتوا مستر ريكاردو ده مش بقيت اهلي، ولا انا غاوي ادفع فلوس، ولا انا غاوي اتغلب، ولا انا غاوي ان انا مشجع للنادي الاسماعيلي قبل ما اكون رئيس مجلس اداره ومن بين الجماهير. فانا ليا وجهه نظر فيها هقولها، وكل واحد يقول وجهه نظره. وما كانش في نيه للتصويت ابدا. فقلت لهم الراجل ده دلوقتي انا ما عنديش وقت. ده الراجل شاف كل اللعيبه اللي احنا جايبينهم من بره، احنا تابعناهم واديناهم له، وبقيت من كل 5 يختار واحد، وهو اللي اختار الفرقه دي. الحاجه الثانيه هو عارف الفرقه اللي ضدنا، وعارف الفرقه اللي معانا، وعارف فرقتنا او الفرقه، عارف فرقتنا كويس. الحاجه الثانيه هو كسب كل الفرقه العاليه دي اللي طلعت من مجموعتنا نتيجه المباريتين. فانا بفضل ان هو يكمل على اساس ان السنه دي ما بتحتملش تجارب. ده رايي، وكل واحد يقول رايه، وفي الاخر مش هنختلف، هنتفق. طيب يعني يا حاج محمد، هل نقول ان مهندس خالد فرو قدم استقالته، الكابتن عاطف عبد العزيز قدم استقالته، يعني هل الاستقالات دي بسبب فقط الجلسه الاخيره ولا كان في بسبب الموضوع الاخراني بس، اللي هو موضوع ريكاردو؟ وقالوا ان في الجلسه للاسف ما تقدرش بديمقراطيه. طب هم كل واحد قال رايه، وفي واحد قال لا انا مش عايزه، عايز فلان على طول، عايز فلان. ما نتكلم بصراحه بقى، طالما احنا بقى طالعين من رمضان اهو وداخلين على العيد، نقول بقى بصراحه، نقول باسامي. هو ما هم العضوين المستقلين كانوا اول مره يجتمعوا على حاجه، يعني على فكره. المهندس خالد هو قال رايه، قال مش عايزه، ده فاشل. فقلت له لا، ارد عليك، هو ظروفه كانت وحشه. وبعدين هم حددوا مدرب. مين هو؟ الاول قعدوا يحددوا بعض المدربين، كلهم شغالين لغايه لما جم عند كابتن مختار. كان قيل ان حضرتك معاك مجموعه والجبهه الاخرى، او بالتحديد جبهه العثمانيين اللي بيمثلها المهندس خالد فرو، وكان ابراهيم ابو علي والمستشار وليد الكيلاني. قيل ان قالوا كده بالتحديد انت هتدفع جنيه، احنا هندفع قدامه جنيه. الكلام ده حصل اولا ولا لا؟ هو طبعا هم بيقولوا ده حصل. انا طبعا انا عارفه كويس قوي، متاكد منه. ان انا قلت لهم، انا اللي بدات اتصلت يا جماعه، خدوا حسين ابني النادي الاسماعيلي ما بقاش في حد، وخشوا وانا هدفع الجنيه بجنيه. قالوا لا تعالى خش انت وهندفع الجنيه بجنيه. هم قالوا بعد كده ان الكلام ده ينطبق بس على الانتخابات فقط. هم قالوا كده. لكن طبعا اللي عايز يساعد النادي بيساعد، اللي مش عايز يساعد ما بيساعدش. مش محتاجه كمان اتفاق يعني. العميد محمد ابو سعود، يعني عصام الحضري وكلام على ابراهيم سعيد،
وفي المقابل مشي حمص ومشي فرقه كامله. محمد صبحي ايضا ومحمد عواد. دي اسئله عشاق الدرويش يعني. هو اسئله قيمه جدا في وقت قيم جدا. انا بناشد الجماهير تخلي كل واحد فيكم رئيس النادي، وانا طبعا انا ابن النادي وبحبهم كلهم وبحافظ عليهم كلهم. المشكله اللي هيواجهها النادي الاسماعيلي طول عمره، اول ما تيجي تجدد اللعيب هيقول لك الاهلي والزمالك جايين لي، هتديني كام؟ اديني القديم واديني الجديد، وهتبقى مشكله. هنمسكهم حاجه حاجه. لو جينا نتكلم على محمد صبحي وهو الصفقه الاهم واللي تعز عليا، انا محمد في وجود كابتن حسني عبد ربه، كابتن احمد العجوز، والدكتور محمد جمال من اعضاء الجمعيه العموميه جبته مخصوص، واعضاء مجلس الاداره كاملين. قلت له محمد احنا عايزينك تجدد لنا، واتمنى انك تتساهل شويه عشان ده ناديك وانت ليك فيه زي ما لنا فينا. اللجنه قدامك اهي، عرضت على اللجنه الاتي: خد 500,000 جنيه وجدد. قال انا ليا فلوس 2 مليون و400 الف جنيه على حسب حساباته هو، اخد ال 2 مليون و400 جنيه اولا وامضلكوا ان شاء الله ببلاش. يعني طالب 2 مليون و400 الف جنيه وهيمضي طبعا بفلوس وهيطلبها تاني. طيب هو حسبته دي ما كانش صح، هو حاسب ان ليه في كل سنه 1,800,000 جنيه السنتين اللي فاتوا. السنه الاولانيه الدوري ما كملش، فلازم يبقى في نسبه تتشال. حتى اتحاد الكوره ممكن لو بعتنا له شكوى بيتوافق على كده. فقلنا له خلي سقف التعاقد هو المليون و200 زي ما حمص عمل، يبقى مليون و200 ومليون و200 2 مليون و400. خدت 600 يبقى لك مليون و800 فقط. نتفاهم على برمجتهم مع العقد الجديد او برمجتهم وتمضي، هديك منهم فورا 1,500,000 دلوقتي. لو انا اديته 200 و400 دول، هل اللعيبه كلهم هيسيبوني؟ كله عايز حقه دلوقتي، والقديم اللي ماليش دعوه بيه. المهم اللي هي المديونيه كام على النادي للعيبه يا حاج محمد؟ حوالي 35 مليون جنيه. 35 مليون جنيه. انا هجيبهم بتوع كام مجلس دول؟ 5 مجالس. وبعدين في كمان 3 مليون جنيه اللعيبه اللي مشيت ورفع قضايا. يعني كانت مشكله صعبه. قلت له يا محمد انا مش هديك ال 500,000 جنيه دول الا لما تمضي. الناس لما شافت ان صبحي مشي وعواد كمان هيمشي، فشافت ان حراس مرمى النادي الاسماعيلي في خطر. ابدا والله، هو اللي حصل زي ما انت بتقول كده. احنا كنا قاعدين وجال عرض من بره من نادي الزمالك واحنا قاعدين، وهم قالوا انهم متفقين مع عواد. انا الحقيقه ساعتها ما سالتوش، هو كان عمال بيتصل بيا، فانا ما حبيتش ان انا ارد عليه عشان اقول له انت عايز ايه. لكن هم العرض كان جاي له، العرض كان كبير بالنسبه له وكان كبير بالنسبه لنا. لما جال العرض اللي هو كام؟ 5 مليون؟ ده 5 مليون كاش في وقتي، 5 مليون، واللعيبه اللي انت عايزها من نادي الزمالك، وهو هيسيب 1,300,000 جنيه. يعني حوالي القصه داخل في حوالي 8 مليون جنيه. 8 مليون جنيه. انا قلت لهم لما جالي المستشار مرتضى كلمني في الموضوع ده، قلت له سياده المستشار العرض جيد، انا اعرضه على الولا واعرضه على مجلس الاداره، انما انا شخصيا موافق عليه، ولغايه دلوقتي بقول انا موافق عليه بشرط ان انا كنت اجدد لصبحي واجيب حارس مرمى تاني علاوه على محمد مجدي، يبقى عندي 3. كان الشرط بتاعي زي ما قلت للمستشار مرتضى: اصبر لما اجدد للصبحي باي مبلغ بقى هو عايزه، وبعدين لان مبلغ كبير للنادي الاسماعيلي، والجول لوحده ما بيمنعش هزيمه، لازم يكون معاه فرقه. لما رجعت فوجئت بموقفين: صبحي مش عايز يجدد، ومجلس الاداره رفض. ما انا هقول لحضرتك اهو. لا، كان الاول ما صبحي مش عايز يجدد، الولد مش عايز يمضي، مش عايز يمشي. قال اهو اتحط في التلفزيونات انا مش عايز امشي. والسر في انه قال مش عايز امشي ان العقد بعد ما قالوا له 2 مليون جنيه رجع بقى 1,200,000 جنيه، يسيب منهم 200,000. ده السر. طب ما تيجي نقف عند النقطه دي ونشوق الجماهير. الكابتن عصام جاب لي ورقه ماضي وباصم عليه، ما حطش جنيه، وقال لي انا العب في النادي الاسماعيلي باي مبلغ وحط انت المبلغ. ابراهيم سعيد، فعلا انت اتكلمت مع ابراهيم سعيد؟ طبعا انا عمري ما كلمته ولا اعرف تليفونه ولا اعرف اي حاجه. انا لن اترك النادي الا لما يكون النادي نادي بينافس على البطولات في موارد ماليه، لان انا جاي منتخب. انت بتقول عمر جمال عرض نفسه على النادي واحنا رفضناه. طب ما احنا عرضنا النادي عليه وهو رفضه. اسف، النادي اذا ما كانش بيجيب بطولات نعمل فيه اخلاق اولا.
فانا في وجودي مش هيخش حد اساء للنادي الاسماعيلي. الاعضاء القدامى هنعمل لهم خصم يصل ل 75%. هو عايز يلعب كوره، والمدربين عندنا كل المدربين المتتابعين يعني بيقول لك وجودهم مهم في النادي، بس عند الكوره بيترددوا. ده حسني ابني، وبالنسبه لنا هو رئيس النادي المنتظر.